بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، واش راكم خوتي خياتي؟ نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وتكونوا مهنيين يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا اليوم حبيت نشارك معكم الوصفة اللي راهي دايرة حالة في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي المسكوتشو. شفتوا المسكوتشو؟ قال لك راهي على مود يحطوه في الطابله تاع يعني في العراس، يحطوه يشربوا به القهوه. يعني هذا ماشي ولا هو الكاطو اللي يديروه في الباطات، راهم يحطوه باش الحاضرين يشربوا به القهوه. انا حبيت نشاركه معكم بوصفه ناجحه كما شفتوه، يجيكم الله يبارك طالع. والوصفه هذه بلا ميزان بلا والو، تخدموه غير بالمغرف. هنايا البنات نحتاجوا لكل حبه تاع بيض نحتاجوا 2 مغارف تاع سكر، وزوج مغارف تاع زيت، وزوج مغارف تاع حليب. يعني كل ما تضعفوا البيض كل ما راكم رايحين تضعفوا المكونات. معناتها انا هنايا درت 5 حبات تاع بيض، راني رايحه ندير 10 مغارف سكر، 10 مغارف زيت، 10 مغارف حليب، و10 مغارف فارينه. وراح نعطيكم يعني واش تتبعوا ولا الاسرار اللي حتتبعوها باش تزيد تنجح معكم الوصفه. هنايا انا ديت 5 حبات بيض، بصح البيض تاعي كان الحجم تاعو صغير. المول تاعي انا القطر تاعو 28 سنتيمتر. درت 5 حبات تاع بيض صغار مع 10 مغارف سكر، خلطتهم هكا. الحاجه الاولى البنات لازم تخلطوا بالباتور. الوصفه هذه باش يجيكم المسكوتشو تاعكم طالع وشباب لازم تخلطوه بالباتور حتى تشوفوا اللون تبدل. شفتوا اللون في البدايه كان الصفر تاع الخليط تاعنا، ومن بعد بدا يبيض، وتقعدوا تضربوا هكا فيه حتى يثقل لكم هذاك الخليط. ما نقولكمش يولي لكم كي شغل كيما تاع الجينواز. تاع الجينواز يجي ثقيل بزاف، كي توقفوا هذوك الفوي تاع الباتور تحسوا بلي تشكل منقار. هنا لا في المسكوتشو تاعكم المهم يثقل معكم هذاك الخليط وتحسوا بلي الحجم تاعو تضاعف. شوفوا هنايا هذا هو القوام. يعني هنا باش تبداو تزيدوا في المكونات الاخرين. هنا كما راكم تشوفوا خلطنا غير بيض والسكر. هنا كما راكم تشوفوا نبداو حنا نضربوا الباتر تاعنا راهو يخدم ولا البيتران ولا، وانتم راكم تزيدوا في 10 مغارف تاع زيت تاعكم تزيدوها على شكل خيط كيما نديروا المايونيز. الباتر راهو يخدم، وهذا انتم راكم تزيدوا في هذاك الزيت تاعكم على شكل خيط. كي تكملوا تزيدوا 10 مغارف تاعكم تاع زيت، تجوا تزيدوا تاني 10 مغارف تاع حليب تاعكم، وتقعدوا تخلطوا هكا تخليطه خفيفه. هنايا نتوما كي تكونوا حتبداو الوصفه تاعكم عبروا 10 مغارف حليب في فنجان، 10 مغارف زيت في فنجان، باش كي تبداو تخدموا تبقاش هكا تكيلوا بالمغرف. انا برك يعني وريت لكم هكا باش تفهموا يعني تفهموا الطريقه. نتوما قبل ما تبداو كيلوا كيلوا كلش 10 مغارف. هنا قلت لكم ال5 حبات بيض، وكل ما تنقصوا البيض كل ما تنقصوا عدد تاع الملاعق تاع المكونات تاعكم. هنايا ثاني راني كيلت 10 مغارف فارينه. شوفوا الفارينه تاعي اللي خليت لكم المغرفه، يعني المغرفه تكون شويه بومبي. واذا كانت الفارينه تاعكم ما تشربش تقدروا تروحوا حتى 11 مغرف. يعني نتوما كي تخلطوا الخليط تاعكم تشوفوه، الا حسيتوه شويه خفيف زيدوا مغرف تاع فارينه. ولا كانت الفارينه تاعكم الفارينه اللي تشرب 10 مغارف حتكون كافيه. ونديروا 2 باكيات تاع خماره كيميائيه. ولازم حنايا هذه الفارينه ولا ليفيغ تاعنا لازم نجوزوها في صفايه ولا هكا في سيار. انا عندي هذا السيار تاع البلاستيك ندير به هكا الكاطو، ولا خطرات نصفيه في الصفايه الكبيره. هنا لازم تصفيو هذاك الخليط تاعكم باش الفارينه تكون خفيفه كي تدخل، يعني تدخل بالخف وبالخف كما نقولوا حنايا تذوب في هذاك الخليط ما تشكلكمش حبيبات. هنايا نبدا نخلط بالفوي وكشغل نخلطو من تحت للفوق باش ما نهبطوش هذاك الخليط تاعنا. هكا نخلطو غير بشويه، يعني ما ديروش باتور ولا ديروا غير بفوي هكا وخلطو من تحت للفوق، ولا خلطو بسباتول ولا. المهم يدخل لكم هذيك الفارينه ولا ليفور يدخل لكم كامل في هذاك الخليط. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. هنايا نروح نجيب المول تاعي. انا خيرت هذا المول اللي فيه هكا ثقبه في الوسط ولا هذه الحدبه في الوسط، ندهنوا بالزبده ولا مارغرين، ومن بعد نرش فيه الفارينه. انا كيما راكم تشوفوا ذاك الفراغ اللي هيك ما تدهنليش دوك نعاود ندهنوا. يعني لازم تدهنوا كلش، ما تخلوا حتى فراغ. تقدر فراغ صغير يبقى تلصق لكم الكيك تاعكم فيه. وحتى هذيك الحدبه في الوسط ثانيك يعني ديروا لها المارغرين وديروا لها الفارينه، خاطر قادره تتنحى لكم الكيك تاعكم كاع في الاطراف، بصح في هذيك الحدبه في الوسط ما راهيش راح تتنحى. وشوفوا كيفاش نجو نفرغوا الخليط تاعنا، نفرغوه عفوا من الجهه كي تشوفوه تلاقى مع يعني تلاقاو منا، نبداو نمشوا فيه هكا ونجيبوا سباتول ولا مغرف ولا نهبطوا كامل هذاك الخليط اللي يكون عندنا
في الباسينه تاعنا. وهنايا نكونوا حنا شاعلين الفرن على 180 درجه. هنايا نجيبو كما راكم تشوفوا، نجيبو هذاك المول تاعنا ونخبطو هكا هكا. لازم نخبطو هكا باش نخرجوا هذاك الهواء، باش المسكوتشو تاعنا ما يجوناش فيه هكا ثقابي. ما راش كديروا المسكوتشو تقطعوه تصبوا فيه هكا الداخل ثقبه كبيره، فقاعات كبار. ندخلوه يطيب في الكوشه، ما تحلوش عليه حتى تفوت 20 دقيقه، يعني وانتم شاعلين عليه من تحت على نار قلت لكم 180 درجه. كي تفوت 20 دقيقه تبداو تشموا هكا في الريحه تاع الكيك تاعكم. ثماك روحوا حلوا عليه وشوفوا بموس ولا فرشيطه، شوفوه الى طاب. الا سدتوه يعني هكا دخلتوه وسدتوه طاب، اشعلوا له هكا شويه من الفوق باش تصيبوا هذاك الوجه تاعو حمار شويه. وهنايا نجيبوا المول تاعنا كي نخرجوه من الكوشه، غير نخرجوا من الكوشه نديروا على فمو كيما نقولوا حنا هكا طبس يكون كبير. كي شغل نخلو هذيك الكيك تاعي تعرق لي باش غير نقلبو تتنحانا. نخلوه 5 دقائق ولا حتى يبرد ولا ونقلبوه. انا نشفى هنا هذا الفيديو خياتين، الفيديو قديم غير راني عاودت لكم المونتاج تاعو، يعني كنت درتو معكم في البدايه تاع القناه، بصح يعني كان طويل وكامل راني نقصت فيه وعاودته. نشوف نهار اللي درت هذا الكيك طاحت لي، يعني كي جيت نقلبها طاحت لي. شوفوا تحسوا بلي الوجه تاعها راكم تشوفوا فيه تخسر شويه، بصح كي نزينوه ما راح يبان والو. يعني حتى لو كنت تزينوه غير بالسكر الناعم ما راه يعني هذوك اللي ديفو راهم رايحين يتخباو لكم كامل. انا نشفى هذه درتها للحفله تاع المدرسه، يعني داتها معاها بنتي. هنايا شوفوا كيفاش راهي طالعه. قلت لكم الا كنتو حتزينوها هكا خلوها تبرد شويه بشيكولا ولا خلوها تبرد شويه ومن بعد زينوها. انا قلت لكم برك للاسف هنايا كانت طاحت لي، بصح شوفوا راهو الارتفاع تاعها راهو باين، والاهم قلت لكم المقادير تاعها راح تكون مضبوطه. وهنايا تزينتها انا بشيكولا وحبات هكا من الفوق تاع مايز، ودرت هكا معاها حلوه وكامل. نتوما التزيين اختياري، زينوها كيما حبيتوا، يعني حتى وتنتكل هكاك بلا تزيين وتجي بزاف بنينه. نتمنى حبيباتي ان الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم، واذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجام، والى الملتقى باذن الله، مع السلامه.